التقليدي والكثير من المواضيع اللي راح نتحدث بها اليوم، ويا ضيف حلقتنا الممثل الفنان الموهوب أحمد فاضل. صباح الخير عليك صباح يا النور. أحمد، نورتنا اليوم. بعد هاي من نورك. شكرا لك. بالبداية نريد نتعرف عليك، نريد نعرف عمرك واسمك ويعني تخصصك بالدراسة. اولا انا اسمي احمد فاضل، نعم. طالب سادس. نعم. تخصصي بالدراسة يعني نقول موهوب. موهوب. ايه. نعم. شنو اللي دفعك تدخل إلى مجال التمثيل يا أحمد؟ تمثيل رسالة. نعم. انا من صغري وانا يعني اصلا اطمح للممثل. نعم. يعني مو تقولي مثلا من عمري فد 15 سنة لو 13 سنة، لا من صغري. نعم، يعني من طفولتك ايه بلشت انا انت احب تحب التمثيل. التمثيل ايه. وردت تدخل لهذا المجال. إيه. شنو هي التحديات اللي واجهتك حتى تدخل لهذا المجال انت كممثل شاب؟ تحديات انه انتقاد. انتقاد؟ ما تقبلوا انه لا انه اهل ولا الاصدقاء انه شنو التمثيل، ما يعرفون. يعني هم شيء اكيد انا اعطيهم لهم الحق، ما يعرفون شنو التمثيل هسه نعم. حاليا بالعراق. فهواي واجهت من زين، الانتقادات. شلون بعدين تقبلوا الاهل هذا الموضوع وخلوك تدخل للمجال؟ بعد مرور 3 سنوات. ورا 3 سنوات 3 سنوات دخلت ناس معينه حتى يقنعوهم بهذا الموضوع، لهم بعد خلاص استسلموا لامر الواقع ووافقوا على الموضوع؟ والله بس انا الوحيد اللي قنعته. انت اللي قدرت ايه. تقنعهم بالاخير. طيب، اكو ممثلين معينين يا احمد انت تعتبرهم قدوه الك؟ شيء اكيد. منو؟ نوجه حب تحياتنا الكبيره للفنان ماجد ياسين. نعم. هذا قدوه الي. وبعد غيره من الفنانين؟ والله ما بس ماجد ياسين. يعني انت تشتغل كوميدي يا احمد؟ أنا كوميدي استراتيجي. نعم. طيب، تفضل التمثيل بالمسلسلات الطويله لو تمثيل بالمسلسلات القصيره اللي تكون مثل السكتش يعني، وليش؟ هي مو شرط إنه الطويلة والقصيرة، هي أهم شيء الهدف من عندها رسالة. أنا اليوم إيش معنى إنه أمثل 30 حلقة، وهاي 30 يجوز 3/4 المشاهد ما يفتهم شيء. صحيح. بس القصيرة نقول مثلا نادرا تلقين بها رسالة هادفة، رسالة توعوية. صحيح. فهي نعم. هاي الشيء حلو. طيب، حسيت بيوم بانه شخصيه بمسلسل معين اثرت على شخصيتك الحقيقيه؟ يعني انت جسدت شخصيه إيه. وهاي الشخصيه اللي انت جسدتها التمثيل قامت تاثر عليك بالواقع والحقيقه؟ والله هي بس هي واحدة. يا هي. إنه مخدرات. يعني شو، احكي لنا على هذا الموضوع. تأثرت هواي بيها. يعني أنا بالبداية إنه ما كنت إنه مقتنع إنه أنا أصير شو اسمه شخصيتي عبارة عن مخدرات وهاي. فعبارة عن كارثة سويت، عبارة اللي يحتاجوها مع المخدرات وهاي. نعم. فسويت مشاهد إنه من أفلام القصيرة هواي من مشاهد مخدرات وغيرها وغيرها. فتأثرت بيها هواي إنه عبروا من الناس أنا أتعاطى. يعني بقى هذا الموضوع حتى إيه. بعد ما خلص التمثيل اللي إيه. انت كنت ومن تشتغل؟ الصعب أصلا تركته. من الصعب. طيب، تحس انه المسلسلات تحقق نجاح على المنصات الرقميه اكثر من التلفزيون العادي اللي يعني التلفزيون التقليدي اللي احنا متعودين نشوف المسلسلات به؟ صحيح، انا قلت لك اياها اتفق. وخوبت انه شايفه انه مسلسل هسه الجنه والنار. نعم. الجنه والنار حاليا اشتهر اكثر من ما يعرضونه على التلفزيون. صحيح. لان الناس هسه احنا عوائلنا العراقيه نعم. انه اغلبها ما قامت تعتمد على التلفزيون، نعم. قامت تعتمد على الانترنت. هسه كل شغلنا على الانترنت صاير. صحيح. فمسلسلات وافلام وغيرها وغيرها من تنزل بالتواصل تنجح اكثر من ما يعرضوها بالشاشه. يعني على المنصات انجح من التلفزيون التقليدي برايك؟ انا برايي تنجح. طيب، يعني تشوف مستقبل المسلسلات التلفزيونيه بهذا يعني ظل المنصات الرقميه وغيرها يعني زين بالانتاج الفني برايك؟ حاليا اتوقع يصير حاليا، لان مثل ما نشوف هسه احنا دائما هسه اكو انتاج غير العراقيه ينتجون، اكو مخرجين مثلا ايرانيين لبنانيين حاليا نشوف. بذاك الموسم اللي راح نعم. انه هوايه انه من الاشخاص جو مخرجين لبنان. نعم. عندنا مثلا ايران تحياتنا لهم، خوش ينتجون افلام عندنا. اكيد طبعا. ف انه تنجح. طيب، مسلسل وطن إيه. الجزء الثاني ومسلسل روح، انت شاركت بهذه المسلسلتين كممثل، فاحكي لنا على تجربتك بهذه المسلسلات. تجربتي اولا
تحياتنا للمخرج حسن حسني مسلسل نعم، روح. تحياتنا له. طبعا مثلت فيه عبارة عن هو نقول مشهد ثنائي، نعم. عبارة عن شلون شخص يعني جسد شخصية تشايتشي يوزع الشاي، عبارة عن الممثلين. فإنه هذا كان دور كلش حلو. نعم. صحيح إنه نقول إنه دور عليه بسيط وهاي، نعم. بس هو شيء كبير هسه بس العافية بالتدريج. اي مو صحيح؟ عافية يعني الواحد تداريج، يبلش شوية 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 لحد ما رب العالمين يوفقك. أكيد. فاحكي لنا يعني بعد أكثر عن التجربة. ومسلسل وطن، تحياتنا للمخرج وش اسمه مهند ابو خمره. نعم. هذا يعني شلون اقول لك اياه، عباره عن ضاف لي. نعم. ضاف لي شلون ضاف لي؟ ضاف لي عباره عن اني طلعت بها بوقتها تهجر مخدرات. نعم. انه اوزع لاشخاص اثنين. توزع المخدرات على اشخاص مدمنين. نعم. ايه. فمن عرضوه، وللعلم انه كانوا همين بدايتها انه الاهل وغيرها من الاصدقاء ما كانوا يتقبلون انه انا بعد راح اطلع مسلسلات. فانه من شافوا تعجبوا، هذا وصل مهند ابو خمره، هذا طيش، هذا صعد بس انا شلون ما اتقبل هاي الامور، ما صعد وطيش انا اليوم رساله عندي اوجهها. طيب. للتمثيل. نعم. بعد اريدك تحكي لنا شلون تم اختيارك لهذه الشخصيتين بمسلسل وطن ومسلسل روح، يعني شلون اختاروك من بين كل هاي الشباب؟ يعني احنا اليوم نشوف انكو هوايه شباب يريدون يمثلون، صحيح انظلموا، وشباب هوايه من هذا الاختصاص ممكن يدرسون التمثيل والسينما وغيرها، ما حصلوا فرصه مثل ما انت حصلت، فشلون تم اختيارك؟ هو التوفيق الهي. نعم. هذا رئيسه هذا. شلون توفقت بهذا المسلسل روح؟ قعدت حاله مو استنقاصا من الكومبارس، لان هو الكومبارس اصلا شيء اساسي بالتمثيل. نعم. حاله الكومبارس جاني مساعد مخرج. نعم. تمام. من بين كل الشباب انه صار تداول هو والمخرج حكي وهاي، فقال انه هذا الشخص اريده يعني يفيدنا بشخصيه نعم. فجاني انه قال لي تعرف تحكي؟ قلت له شنو؟ قلت له شنو اخر سؤال قابل؟ قال لا والله تعرف تحكي؟ قلت له طبعا، غير صعد لك مسارح وهاي. قال لا عاد خوش، يعني انت ما تخاف من الكاميرا. نعم. فالكاميرا ما تخاف، عاد شنو هي الكاميرا؟ لا واحد يصعد مسرح. فعاد شو اسمه؟ اختاروني بهاي الشخصيه. اخذت النصوص اكيد. اي الحمد لله، وحلقتين طلعت بيها وكاريزما. طيب انه انت يا احمد تشوف الافلام القصيره تقدم لك فرصه حتى تظهر موهبتك التمثيليه؟ يعني هاي الافلام القصيره اللي ممكن تكون على اليوتيوب، التيك توك، السكتشات، المشاهد القصيره، بالنسبه لي كل شيء هوايه تقدم لي فرص. نعم. عباره واي شخص لا حد يستنقص من عندها هاي المشاهد، خاصه هسه احنا اليوم من تجيبين واحد تخابرينه عباره عن تصوير تيك توك ما يتقبلها. نعم. لان التيك توك عباره عن جزء 3/4 انه يقول محتوى هابط. نعم. التيك توك هو التيك توك احنا بالعراق ناجح، بس اللي يستخدمونه مسوينه بطريقه غلط. مسوينه طريقه غلط. نعم. فهم عبالهم الكل هيك. نعم. هو هذا الشيء غلط. اصلا هسه انا شلون صعدت شلون عرفت هاي غير من التيك توك؟ انا صار لي 3 سنوات امثل بالتيك توك. نعم. 3 سنوات. فطبيعي كلش ترى اليوم تظهر مثلا فيلم حتى هادف قصير عباره توعيه للمراهقين، مراهقات هسه عندكم. فتيك توك الحل الوحيد. طيب راح نرجع نكمل وياك اكيد محور حلقتنا وحديثنا الممتع من بعد ما نشوف هذا الاستطلاع، خليكم ويانا. دا اشوف المجتمع دا يتناول الفيز صغار وكبار وكله، فالتلفزيون هو نقل الخبر الصحيح، فالتلفزيون من خلاله نتابع الناس المبرامج المستصغرة اللي قدمها وقدم للجمهور والهاي، فهذا التلفزيون هو الصحيح. فالناس كل واحد ماخذ موبايل، طفل كبير وسط، ما يصير. التلفزيون له قيمته. احنا قبل نشاهد البرامج على التلفزيون، التلفزيون يقول لنا الخبر الصحيح، فالفيس كل شيء يكتب، فشلون الصدقين؟ فالمفروض يتابعون الاذاعه والتلفزيون والقناه الحلوه، البرامج حلوه، مسلسلات حلوه، فكلها زينه عن المجتمع.
فالفيس كل شيء يكتب. اول شيء هذا النجاح نقدر نقول عليه نسبي، لان اكو في حدود 4 مليار انسان ما واصل للانترنت، فهذا اصلا خارج الاحصاء. ثاني شيء مساله الوقت، الان احنا بعصر السرعه، يعني واحد يشوف الاكل سريع، طرق الرسائل سريعه، الكتابه، يعني حتى في زمن سابق كانت الكتب ثمينه، اجزاء عده، هسه كتب مراسلات قصيره. فعموما المنصات الان تمثل عصر السرعه، انه اكو ناس اوقات عملها ما تناسب اللي كنا مثل العراق كان باذاعتين، اللي هي اذاعه الشباب وغيرها، الناس ترهم وقتها وشغلها على انه تشوفه بالليل. والله فضلها على الفضائيات، بس الصراحه مرات ما على الفضائيات ما تسوق العمل، فنضطر انه نسوقه على السوشيال ميديا، نسوق الاعمال مالتنا. والله احسن شيء يعني الفضائيات احسن، المسلسلات هم حلوه، طلع على اليوتيوب هم. طبعا كثير من الاسباب، منها انه بعض الاحيان الشخص ما متواجد بالبيت او ملتهي بشغله او بالجامعه، او عدم توفر الوقت الكافي لمشاهده الافلام والمسلسلات او البرامج التلفزيونيه عبر الشاشات التلفاز، فيلتجئ الى المنصات الالكترونيه حسب تفرغ وقته. طبعا بعض الاحيان يعني المحتوى واحد يتقيد به، يعني بسبب وجود الاطفال او يعني العائله الكريمه، فاكو بعض المحتوى يعني ما يلائم تواجد كل افراد الاسره، فواحد يلجا للمنصات الخاصه او اللي هي على تليفونه الخاص او على اللابتوب او الايباد، فهذا هم يعتبر سبب من الاسباب. بالتأكيد اليوم الكل مواطن، يعني شباب نساء صغار كبار، اليوم يمتلكون جهاز الموبايل والإنترنت مفتوح بسعات الإنترنت، بالتالي تفرج يعني أينما بالسيارة بالمول بأي مكان تستطيع مشاهدة أي فيلم أو أي مسلسل أو أي خبر يكون من خلال شو اسمه. لكن تلفزيون فقط في البيت، يعني في وقت محصور، هو الوقت الذهبي نقول من 7 مساء إلى 11، هذا الوقت يعني يسمى بالفضائيات الوقت الذهبي. تالي اليوم هذا التطور الحقيقة اللي دخل العراق اليوم أصبح واحدة من البلدان اللي تمتلك مثل هذه يعني الميزة أن يشاهدون الأفلام أو المسلسلات من خلال الموبايل. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الاستطلاع. اكيد شكرا للزميله ساره الشمري على هذا الاستطلاع الجميل. نرجع لضيف حلقتنا ومستمرين وياك يا احمد بمحور، وهذا الموضوع اللي نتكلم به. انت مثلت الكثير من الافلام القصيره حسب ما انت ذكرت، اكو تحديات معينه واجهتك اثناء ما انت تشتغل بهذا المجال والشغل، يعني تحديدا الافلام القصيره؟ طيب واجهتنا. نعم. من يساعدك بمونتاج الفيديوهات، التصوير، الإضاءة، هذا كل الموضوع يعني يحتاج أشخاص معينين واختصاص. تأليف وإخراج ومونتاج. نعم. وحتى مصمم بوسترات وهذا. زين شنو تصور يا أحمد؟ أنا أصور كاميرا ونوبات بآيفون، موبايل آيفون. يعني التليفون ساعدك بهذا الموضوع؟ طبعا. طيب بعد ما تكمل السنة الدراسية أكيد إن شاء الله تتكلل بالنجاح يا رب، فكرت تدرس بهذا المجال والاختصاص لو دراسيا يعني ميولك بعيد عن هذا المجال؟ لا مو يعني شيء قياس، لا أصلا هو من السادس إذا نجحت أنا أصلا كلية فنون جميلة، لأن هو أنا أصلا من الصغر تفكر بالقسم اللي راح تدخل له؟ أفكر كلش هواي أصلا إنه أدخل قسم مسرح، لأن أنا عاشق للمسرح. تحب المسرح. راح نجي للمسرح اكيد من بعد ما اقول لك انه احنا بحثنا عليك وشفنا انه عندك افلام قصيره مثل فيلم فتوى الحج الشعبي المقدس وفيلم الابتزاز الالكتروني. اريدك تحكي لنا تجربتك بهذا الموضوع. طبعا فتوى الحشد الشعبي المقدس هي جت من سيد علي السيستاني. نعم. فهاي شلون صار عباره بيوم الامتحانات. الامتحانات كانت اخير السنه دور اول. نعم. فبيومها انه هي باكر الذكرى السنويه مال فتوى، فانا بيومها لازم اصور وامنتج على مود انه ثاني يوم انشره. فانه ساعدنا بها، تحياتنا للوالد. تحياتنا لوالدك اكيد. فانه ساعدني بها، الفتها انا تاليفي واخراجي. نعم. هي صحيح شيء بسيط، انه مو بديك المعدات صورنا بيها. نعم. بس انه الف الحمد لله. نعم.
حصلت نعم. انه صدى عالي بالمجتمع العراقي والناس حبتها كفكره انه الابتزاز الالكتروني. هسه احنا جاي نتداول حاليا نعم. عباره عن اغلبهم اللي يسمون نفسهم محارب ابتزاز ومحارب ابتزاز. يسوي مسمي نفسه محارب ابتزاز بس هو ما يساعد، هو يضر. نعم. فانا سويتها عن طريقتي حتى توصل رساله بشكل حلو. نعم. حاليا دا نشوف بنات هواة تتعرض للابتزاز، صحيح. ومن يروحون مثلا الاخوهم او الواحد الاكبر من عندهم قبل يقتلها. احنا عندنا بالمجتمع كثير. فعلا. فداولتها بشيء حلو، طريقه بها رساله كلش ساعدك ايه. بهذا المجال يعني بهذا الفيلم؟ فشخصيتي انا اخذت بيها. نعم. شخصيه انه دور الاخ ودور البنت انه مو استنقاذ، لان الممثل يوم كل شيء يمثل. طبعا. فاخذت دور البنت عباره، فمن اخذت وصلتها رساله انه من تتجه للاخو، الاخو يعرف شلون يعني يسيطر. اليوم احنا ترى عندنا مكافحه الابتزاز الالكتروني. نعم. موجودين. فعلا. مو شرط اللي يروحون الجماعات محارب ابتزاز وغيره وغيره. صحيح. طبعا تحياتنا لهم بس اكيد اغلبهم شاكرين جهودهم. اي بس اغلبهم انه اليوم ما يساعد، يضر ما يساعد. فيروحون مكافحه الاجرام الالكتروني، ان توصل رساله لها هادفه. نعم. مكافحه الاجرام الالكتروني هي السبب حل مشكلتك. طيب خلينا نعوف الافلام يا احمد والمسلسلات، وخلينا نروح لزاويتك المفضله المسرح. تحس المسرح يعطيك فرصه حتى تطور مهاراتك اكثر من التلفزيون والافلام القصيره والسكتشات اللي انت تمثلها؟ طبعا اليوم المسرح هو اللي يصعدك. نعم. للمسلسلات وغيرها، يخليك حتى ما تخاف قدام الجمهور. نعم. انا قبل لا انه ادخل الوسط الفني وقبل لا اتعرف على هواي ممثلين واصدقاء وهاي، انه اكو ممثل نسيت اسمه، اذا هو دا يشاهدنا تحياتنا له. انه من دخلت نصحني فد نصيحه. نعم. لا تدخل مسلسلات اذا ما تصعد مسرح. نعم. لان اليوم انت اذا صعدت مسرح تقدر تمثل قدام آلاف من الجماهير. يعني القصد من كلامه حتى تكسر حاجز ايه الخوف، يعني تكسر حاجز الخوف والقلق. نعم. التوتر. المسرح يوصل لك رسالة. نعم. المسرح يسوي لك جمهور. نعم. انا اليوم بدون مسرح ماكو فايدة. ما تقدر تمثل. ايه. طيب يا احمد، شنو اصعب شيء بالتمثيل على خشبة المسرح بالنسبة لك؟ بالنسبة لي على خشبة المسرح هو الجسد. نعم. هذا أصعب شيء. يعني انت لأن تشتغل جسد ايضا مو بس تمثيل؟ ايه، لأن الجسد مو ياهد كان يشتغله. نعم. الجسد شيء صعب، خاصة انه من تمثل لك فد مشهد صامت عبارة عن جسد. نعم. بدها توصله رسالة، بس انه الأغلبية انه أكيد ما راح يفهمون شنو الجسد. نعم. عندنا نعم. مثلا انت من تسوي مثلا فد مهرجان معين، نعم. وانت عبارة عن المسرحية من بدايتها لنهايتها جسد. زين انت من داعي لك مثلا مثلا نقول داعي لك فد آلاف من الاشخاص، بس ذول من آلاف الاشخاص طلع منهم فد 10% او 15% ما يفهمون الجسد. فهذا كله الصعب. اي. نعم. فهذا كله الصعب. طيب يا احمد، تفضل العمل بالمسرحيات، المسلسلات، الافلام الكوميديه او الدراميه اكثر؟ والله انا حاليا اشتغلت مسرحيه كوميديه. نعم. وحصلت همين صدى عاليه. طبعا تحياتنا للمخرج علي قاسم وممثل علي اسد التأليف. تحياتنا لهم. نعم. منا هاي البصره. مسرح كوميدي كلش حلو. نعم. بس انه كتجربه، انه كتلفزيون او كمنصات بدنا نحاول، لان الكوميدي يعني مو شيء سهل. صعب؟ عندك اصعب من الدراما الكوميدي؟ اصعب هواي. ليش شلون؟ انا اقول لك شلون، لان نقول الدراما تجي شلون قلت ياها بروحه رياضيه، هاي انت تجسدها شخصيتك. نعم. الكوميدي شويه صعب.
على الفطره. برأيك مو أي أحد ممكن يقول نكتة ممكن تضحك المشاهد؟ يعني ممكن أكو أحد يحكي نكات كلش هواية بس ما تضحك، ما تنطي هاي الروح الحلوة برأيك؟ مستحيل، لان الكوميدي هي فطره. نعم. تجيك فطره الهيه. نعم. كوميدي. نعم. بشكل يعني شلون اقول لك اياها؟ بشكل حلو انه هي الكوميدي ما يقولون عليها هذا على الفطره. شلون مثلا نقول ممثلين مثلا ماجد ياسين، مصطفى داخل. نعم. على الفطره انه يمثل لك اياها عباره عن بس شغل لك كاميرا، هو وجهه يضحك بدون كل شيء. هو وجهه يضحك، يعني عباره عن بالكوميدي. يعني الكوميديا بالنسبة لك فطرة. اي. طيب شلون تتعامل ويا رياكشنات وردود افعال الجمهور يعني الفوريه اثناء العمل يعني بالمسرح؟ هسه مثلا انت صعدت على المسرح وتجسد فد شخصيه معينه او فد مشهد، ممكن احد من الجمهور يحكي او مثلا يعلق على فد ادائك او يعلق على فد تفصيله بالشخصيه، انت شلون تتعامل ويا هذا الموضوع؟ لا، شيء طبيعي، حتى اذا انه يحكي او نقول يثير الجدل عباره عن قدام الجمهور. انت اليوم صاعد مسرح كل شيء تتقبل، حتى يجوز يضربوك على المسرح. متعرضت لهيك موقف؟ ابد ما متعرضين، بس انه ممكن مستقبلا بالمستقبل نتعرض، بس كل شيء تتقبل. يوم انت على المسرح صعب يعني تتجاهل الموقف اللي يصير كل شيء تتجاهله. نعم. اي واحد يستهزئ قدامك تتجاهله. يا احمد اريدك تحكي لي على فد موقف يعني قبل صعودك على المسرح، فد شيء صار لك اثناء تمثيلك على المسرح، فد شيء مستحيل تنساه. مستحيل انساه. يعني موقف نسيت حوار بيوم المسرح، ادي مسرح كوميدي اني. نعم. فبيومه انه انا ادي حوارات، انا الحوار تمام ما مستخدمه قبل كشون سيناريو عباره ونقرا وهاي، نستخدمه كارتجال، هم يعطونا اياه سمعي. نعم. فانا كنت انه مشتغل عند المخرج، طبعا تحياتنا لمحمد هلال. نعم. فمو ذاك انه يعطينا السيناريو هاي مكان كنت انه انا وياهم اي سمعي. نعم. فهاي بداية اني كوميدي هو. زين صعدت على المسرح، اجى دوري. ليش ما انا نسيت الحوار هنا وقدام قبال الجمهور. زين لا اقدر انه اخيطه من كيفي، كنت اسوي حركات انه حتى لو يضحك الجمهور، بس في سبيل انه انت في سبيل انه اتذكر الحوار. وبعدين تذكرته لو لا؟ تذكرته حوالي 3 ثواني. الحمد لله. حتى المقاوي قال لي عوض احكي. انا سويت ازمه للممثلين وياك. طيب مسرحية مقامات الحب والسلام، مسرحية ردها الطوارئ، ومسرحية القدس لنا، واغتيال الرئيس، وغيرها من المسرحيات الكثيرة اللي أنت مشارك بيها، وأنت بعدك بعمر صغير يا أحمد، وعندك رصيد كافي وكثير من المسرحيات، أريدك تسولف لي شلون قدرت تجمع هذا الرصيد؟ مو هي توفيق إلهي اليوم. نعم. أنا اليوم إنه من أطلع فد مسافة أو فد تصوير أو فد مسرح. نعم. اليوم انا اتوكل على الله، توكل على سدام انه يقولوا لي انه شلون انه تصعدت وشلون صار انه عندك سيفي وغيرها وغيرها، ما يعرفون انه انا من اطلع انه شلون ما نقول خالها بيده رب العالمين. نعم. وين ما يريد يشمل خليه. وانت من خلال هذا الموضوع يعني الحمد لله انه كونت علاقه من المسارح من التلفزيون، وصعدنا مسارح. المسرحيه الاولى انه هي كانت من اغتيال الرئيس صعبه، لان ما كنت انه انا مسرحي بوقتها، فكانت صعبه علي. نعم. وهاي اول تجربه. تحس نفسك نجحت بها كاول تجربه لك؟ اي والله نجحت، يعني ما صارت لك كشهاده تقديريه وغيرها. فالمسرح هو البناني. نعم. من خلال المسرح قدرت تشتغل الافلام القصيره والمسلسلات. غيره هسه مستعد اي واحد مثلا يطمش امثل به، ما عاد لا خجل ولا حتى انه اتقبل اراء اي شخص. يعني روحك رياضيه من خلال هذا الموضوع. طيب يا احمد اريدك تقدم فقره او كلمه اخيره قبل ما ننهي فقرتنا وياك. كلمه اخيره عباره عن الشباب والبنات. نعم. لا حد يستنقص من التيك توك.
لا حد يقول انه التيك توك ما يصعد او ما يسويك، لا التيك توك هو اللي يسويك. انا يوم من سواني، انا من اليوم اللي هسه قناه طليعه الفضائيه، تحياتنا للكادر، تحياتنا للمصورين، تحياتنا للمذيعه. فالتيك توك يسويك. لا تقول انه التيك توك انا اقول لك اياها محتوى صحيح انه هابط، بس مو انه السبب من التيك توك، من البرنامج. هاي من المستخدم. انت اليوم هذا الموبايل عندك اليوم، تستخدمه صح تنجح، تستخدمه غلط تفشل. نعم. فالتيك توك هو سر النجاح. شكرا لك يا احمد، اكيد نورتنا اليوم بوجودك، واكيد استمتعت بالحديث ويا حضرتك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، مستمرين وياكم برحلتنا في برنامج صباح عراقي. بعد هذا الفاصل خليكم ويانا.